السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكل حبايبي اللي متابعيني في أكلات مينو. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض حواوشي الطاسة. طعم وشكل وريحة حاجة خطيرة. هتجربيه إن شاء الله وهيعجبك جدا. وهقولك هنحط إيه عشان اللحمة المفرومة ما تقلش معانا جوه الرغيف وتكش. بالعكس احنا نخليها معانا تزيد وتبقى طعمها خطير. بس في الأول بنصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. معايا هنا نص كيلو من البصل عملته في الكبة زي ما احنا شايفين كده، فرن متوسط، وعليه معلقة ونص صغيرة من الملح. طبعا الملح هنا حسب الرغبة. وهحط معايا نص معلقة صغيرة فلفل اسود. ودلوقتي هحط معايا معلقة كبيرة من البهارات. انا كان عندي هنا بهارات كفتة، طبعا شغلتها ادتني برضو طعم حلو في الحواوشي. لو عندك بهارات حواوشي بتاعت ماجي بتبقى خطيرة. هقلب معايا المكونات. ودلوقتي اهم حاجة عندي بقى نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر، ما كتريش، نص معلقة بس. عايزه اقول لك هتخلي معاكي اللحمه ما تكشش في العيش، وتخلي اللحمه كده تحسي ان هي ما شاء الله كده هشه معاكي جوه الرغيف ومكتره اللحمه معاكي. هقلب بقى دلوقتي المكونات كلها على بعضها. وضفت معايا نص كيلو من اللحمه المفرومه. وهقلبهم بقى كويس جدا جدا جدا. طبعا ممكن تشتغلي بيها على طول، ولو انت عندك وقت فممكن تحطيها في التلاجة نص ساعة او ساعة او لغاية لما تعوزيها بقى. انا دلوقتي حطيت معايا هنا دي واحدة فلفل رومي مقطعاها صغير خالص، لو حابة تحطي سبايسي حطي. وهنا واحدة من الطماطم بشراها. عايزة اقولك بتخلي كده اللحمة جوه الرغيف جوسي وجميلة. انا كده خلصت كده خلاص معايا كل الخليط بتاعي. ينفع اشتغل بيه على طول او هغطيه واحطه في التلاجة عند الاستخدام. دلوقتي هجيب العيش بتاعي وهفتح معايا فتحة صغيرة زي ما احنا شايفين كده. طبعا العيش يفضل يبقى طازة، ويكون اللون بتاع الرغيف معاكي فاتح، ما يكونش الوش المحمر قوي. ودلوقتي هبدأ احشي بقى معايا اللحمة جوه الرغيف. طبعا هقولك ما تكتريش اللحمة جوه العيش قوي، علشان اللحمة تاخد السوا بتاع العيش، ما يبقاش العيش من بره اتحرق منك واللحمة من جوه نية. انا حطيت معايا كده معلقتين كده كبار مليانين كده جوه الرغيف. خليت معايا سمك اللحمة متوسط، ولا هو القليل ولا هو الكتير، زي ما احنا شايفين كده. عايزه اقولك ريحة الخلطة بسم الله ما شاء الله، لازم تجربيها. ويلا اللي ما ضغطش لايك يضغط اللايك ما ينساش. زي ما احنا شايفين كده افرد معايا كده اللحمه جوه العيش كده كويس. ده السمك اللي انا عايزاه. على فكره السمك مش قليل ولا حاجه، السمك كويس جدا معايا متوسط. وهبدا اعمل معايا رغيف تاني. انا دلوقتي هدهن معايا العيش بتاعي من بره بالسمنه. حابه تدهني زيت مفيش مشكله، بس السمنه بيكون احسن، بتخلي معاكي الرغيف كده قوامه مبقاش ناشف قوي زي الزيت. جبت معايا سمنه وسيحتها، وهبدا ان انا ادهن معايا الرغيف من فوق ومن تحت زي ما احنا شايفين كده. طبعا انا النهارده ان شاء الله هسويه معاكم على الطاسه من فوق البوتاجاز. لو انت حابه تحطيه في صاج او في صواني وتدخليها الفرن فما فيش اي مشكله خالص، الطريقه اللي تعجبك واللي انت عايزاها. بس بتاع الطاسه بيطلع القوام بتاعه احلى من قوام الفرن. الفرن بينشف العيش شويه. طب ولنفرض ان انت عملتيه في الفرن وطلع معاكي ناشف شويه، وانت عايزاه يكون طري يعني شويه عن ما انت مطلعه، بتجيبي حله وتطلعي فيها العيش كله على بعضه وتقفليها بالغطا وتسيبيها بالظبط دقيقتين 3. هتلاقي القوام بتاع العيش اللي انت عايزاه بالظبط. زي ما احنا شايفين كده خلصت معايا كل الكميه بتاعه العيش بتاعتي. وهبدا دلوقتي ان انا اسويه عندي على الجريل على طاسه اللي عندك. هندهنه بس الاول حاجه من فوق كده كويس ومن تحت كمان. ودلوقتي انا حطيت معايا الجريل على النار. طبعا هنا بيتسوى على نار وسط، ما تكونش النار عاليه، يعني نار وسط ما تبقاش اللي هي عاليه قوي، يعني عايزه النار متوسطه كده خفيف. حطيت معايا كده الجريل على النار. انا مش هدهن الجريل ولا اي حاجه، انا هستكفى بالدهان اللي عندي في العيش. وهبدا احط معايا العيش زي ما احنا شايفين كده. طبعا ضروري جدا ان اغطي معايا الجريل، يعني انا دلوقتي بوريهولكوا وبعد ما اوريهولكوا هغطيه معايا. هدوس بس كده دوسه خفيفه عشان لما يستوي الاقيه واخد معايا التضليعات بتاعه الجريل. زي ما احنا شايفين كده خد معايا وش من الناحية الأولانية. طبعا هو لسه محتاج يرجع كمان مرة تانية، بس أنا بحب أقلبه على النار مرتين، يعني مرتين على الوش ومرتين على الظهر. حابة تخليه ياخد وقته كله على الظهر بقى كده تقلبيه ماشي، بس أنا بحس إن أنا كده بوزع الحرارة كويس جوه العيش فاللحمة تستوي معايا أحسن. طبعا أنا برضه هفكركم تاني، أنا ما بين المرحلة والمرحلة أنا مغطية معايا الجريل، مش بخليه كده مكشوف. يعني مجرد ما بقلبه بروح مغطياه بأي ورق ألمونيوم او باي غطا حله. زي ما احنا شايفين كده اللون معايا بقى بسم الله ما شاء الله. طبعا لسه هقلبه كمان مره تانية وهيطلع معايا باللون الجميل اللي احنا شايفينه دوت. عايزه اقول لكم العيش من بره
طبعًا أنا مش باحب اللي هو مقرمش أوي اللي بيبقى ناشف أوي، أنا باحبه نُص، نُص، كل ما تكوني عايزاه مقرمش أكتر، كل ما بتخلّيه على النار أكتر. الريحة بتاعته طالعة بسم الله ما شاء الله، حاجة فعلًا خطيرة أوي، والطعم طبعًا أجمل بكتير جدًا، وما خدش معانا وقت زي ما إحنا شايفين كده خالص، يعني أنتِ ما فيش يعني هو ياخد على الجريل معاكِ في حدود 10 دقايق، والخلطة ما خدتش 5 دقايق، فهي فعلًا سهلة وبسيطة جدًا، أتمنى إن شاء الله تجربوه، وإن شاء الله يعجبكم جدًا، واللي ما اشتركش في قناتي ما ينساش الاشتراك واللايك طبعًا، وإلى اللقاء في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.